مشاهدي برنامج بيتنا، أهلا ومرحبا بكم. أنا ملاذ وبحييكم من ولاية غرب دارفور، تحديدا من محلية بيضة وحدة أررة الإدارية. وسبب الزيارة إنه إحنا عايزين نبارك لشاب جلس لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2021-2022، وكان أول السودان في المساق الزراعي. عبد الباقي عبد الله أبكر من أبناء منطقة أررة بولاية غرب دارفور. سعيدين جدا نكون في حضرتك وحضرة كل الأهل اليوم المشرفينك، وفرحانين جدا بنجاحك. في البداية نقول لك ألف مبروك النجاح. الله يبارك فيك. الله يديك العافية. عرفنا عليك أكتر إنه أنت امتحنت من المدرسة اسمها شنو؟ مدرسة أرارة الزراعية. أيوة، يعني المدرسة ذاتها موجودة في أررة. أي. أيوة. شنو يا عبد الباقي اللي خلاك تختار المساق الزراعي؟ طيب كان عندي لها أهداف. عشان كده اخترت المدرسة. شنو هي أهدافك؟ أحد فيها منطقة أرارة، هي منطقة زراعية طبعا. والناس دايما بيقولوا من قمنا كده لقينا أجداد قاعدين بزروا كده، لكن شايفين إنه الزراعة ده حاجة فاشلة وكده. دايما بيقولوا أما اخترنا المساق الزراعي برضو في ناس كان بيقول لنا أجدادنا ذاته ينبذوا كده قاعدين بزروا، ليه اخترتوا مدرسة الزراعية؟ لكن الزراعة ده برضو حاجة كويسة طبعا، لكنهم ما جايبين خبر. يا سلام عليك. أي دولة طبعا دول اللي يتطوروا دي طبعا يتطوروا بالزراعة حقيقة. عشان كده الزراعة بتاعنا برضو هنطوروها بمدارسنا إن شاء الله. طيب من خلالك كده خلينا نتعرف على منطقة أررة ذاتها. أنت قلت هي منطقة زراعية وجدودك كان بيزرعوا. شنو نوع الزراعة المستوطنة في المنطقة؟ والله فيها فواكه كثيرة زي شنو؟ مانجو والجوافة والليمون جرين، هي كثيرة، طماطم موز كثيرة. أنا أكلت موز في الجنينة، فكل الناس بيقولوا لي الموز ده حق أررة. عايز طاعم شديد وكبار. هل بتصدر ولا بس يعني عندك فكرة إنه موجود هنا على مستوى الولاية فقط؟ لا نتمنى ليه قدام لو يتطور الزراعة بتاعنا يصدر ليه برا برضه إن شاء الله. طيب بما إنك خضت تجربة المساق الزراعي، هل كان في أي مثلا حاجات معوقة للدراسة عندكم؟ لأنه الزراعة أو الأجانب برضو الفني وغيره بيحتاجوا لشغل عملي. هل كان العملي متواجد ومتوفر عندكم في المدرسة؟ لا العملي ما موجود كان. ما كله نظري يعني. كلها نظري. ودي بتفتكر حاجة من المعوقات ولا رأيك فيها شنو يعني؟ كونه ما في عملي في جانب زراعي. هاي ده طبعا نقص كبير نحن مظلومين فيه. أيوة. طيب عبد الباقي برضو سمعت انه تم تكريمك على مستوى الولاية من قبل الوالي من غيره من الجهات، وتكريم كان جميل ومختلف. اكتر حاجة انا شدتني انه انت الان تم تعيينك موظف في وزارة الزراعة، فكده كلمنا اكتر عن الحاجة دي وذات مردود الايجابي بالنسبة لك كيف؟ والله انا مبسوط شديد، انبسطت شديد بالتكريمات الكثيرة ده. أيوة. الناس طبعا ما قصروا، ادوني دافع عشان نجري اكتر. ايوه. وسيد الوالي برضه بنشكره كثير ما قصر. الجنرال ايوه خميس. نعم. الله يديه العافيه. تم التوظيف بتاعي واتكفل بتكاليف الدراسه بتاعي برضه، بشكره ما كتير. شاء الله. متواصلين معكم بالتأكيد في فرحة أسرة، وفرحة أسرة المرة دي من ولاية غرب دارفور، تحديدا محلية بيضة، وأكثر تحديدا من وحدة أررة الإدارية اللي يمكن احتفلت العام الماضي بنجاح واحد من أبناء طلاب الشهادة السودانية، عبد الباقي عبد الله أبكر، اللي كان أول السودان في المساق الزراعي. والآن أنا في حضرة والده العزيز عم عبد الله، ألف مبروك نجاح ولدك عبد الباقي، وإن شاء الله يا رب دائما من المتفوقين ومن الأشخاص الناجحين في حياتهم، ويرفعوا اسم السودان دائما عالي. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. الله يديك العافية وشكرا لك الكثير، والحمد لله. فضل دي كلها ترجع لله سبحانه وتعالى. فأنا بشكر للأهل والحكومة الولاية وعلى رأسهم الأخ الوالي ومرافقينه
هذه الاحتفال كان ما متوقع، لكن خلاص شرفوني جميع. الحمد لله. والحمد لله يا الشباب المنطقة والأهل جميعا ما قصروا على هذه الاحتفال، وحاجات اللي أنا كنت ما متوقع حتى حصلت. أيوة. وشاكرهم كثير وشاكركم أنتم أيضا. أيوة. أنا كان يعني مفاجأة جدا، كنت ما أعرف إنه تستدعوني. يا سلام. والحمد لله استدعيتونا. نحن والله أكثر سعادة إنه نحن في حضرتكم، في حضرة منطقتكم الجميلة دي. يمكن أررة مشهورة بالزراعة وبالإنتاج للخضر وللفاكهة، وقبل عبد الباقي قال إنه أهله يعني آباؤه وأجداده كلهم مزارعين. نعم. فأنت ما شاء الله طبعا ما حقول لك شغال شنو معناه مزارع. نعم. طيب كونه إنه ابنك يقوم يدعم جانب الزراعة دي اللي هي مهنة الأسرة بالجانب العلمي، الحاجة دي أكيد حتضيف له يعني. نعم. أيوة. أنا فعلا بالحقيقة نحن كانت زرانا يعني بيدنا وطبيعتنا كان نظره بالعيد. أيوة. وعرفنا إنه يعني مجهود بتاع اليد ده يعني إنتاجه قليل، وإذا كان أحد لو يتعلم بكون بتطوير أكثر من الشغل اليدي. والناس طبعا بيستقلوا في محلات أخرى بالعاليات. أيوة. وكده حتى نحن نظرنا في السودان ذاته تختلف بعض المناطق من مناطقنا. أيوة. ناس متطورين بعالات وهكذا. والزراعة بالحقيقة إنتاج الوحيد يعني تنمي الإنسان. أنا بخطه كده يعني بنفسي على كده، فولي اخترت إنه ابني يمشي في مدرسة زراعية. شجعته. ممتاز والله. أي. ده كلام جميل. في البدء أيضا أشكر المجلس التربوي التي جاهد لتأسيس هذا المدرسة منذ 4 سنوات، وجهدهم المتواصل مع الوزارة، وتم تثبيت هذا المدرسة بنجاح الطالب عبد الباقي، وده فخر للمنطقة وللولاية عامة. والشيء المذهل زارنا السيد الوالي والله بالمنطقة، وتبرع وشكل لجنة لصيانة المدرسة وبنائه. يعني الشيء ده فاجأ كل المنطقة، بالإضافة إلى تكريم أبناء المنطقة. قاموا بتكريم الطالب، يعني الناس استشعروا بأهمية التعليم. يا جماعة هنا في منطقة أرارة اللي هو وحدة أرارة الإدارية، موجودين بقناة اللي هو قناة السودان. الآن يعني أنا بحضرة الإخوة كل الموجودين بمجلس التربوي وأسرة الطالب عبد الباقي اللي هو الوالد والأم وكل الأهل بالمنطقة الموجودين هنا، برضو أقدم لهم جزيل الشكر. يونس أحمد محمد، عضو المجلس التربوي. أنا بهني الطالب بالنجاح الباهر والذي أصلج صدورنا بنجاح هذه الذي ما متوقع منه، لكن أنا بهني مرة ثانية للوالد والوالدة. وبشكر لأخونا عبد الباقي خلانا إنه نحن نكون في هذا الموقع وسعيدين جدا، ونتمنى من الله أن يوفقه في مراتب العليا إن شاء الله. نهني الأسرة أسرة عبد الباقي وكل الأهل في أرارة والولاية بنجاح هذا الطالب وإحرازه هذه الدرجة المشرفة، ومن ثم نتقدم له إن شاء الله إقبال الماجستير والدكتوراه، وإن شاء الله يكون يعني ذكرا للوطن. صديق محمد آدم حسن، أخ والدعم لعبد الباقي، وأهدي التحايا والترحاب لأسرة
عبد الباقي على مستوى المنطقة والسودان عامة. وأنا أشكر وزارة التربية والتوجيه على جهدهم الكبير على دعمهم للتعليم الزراعي، وأشكر السيد الوالي على وقوفه في تحية البيئة المدرسية لمدرسة الزراعية بتاعت أرر الإدارية. وما قصرتوا انتوا، يعني ساويتونا مع الناس في السودان، يعني ما حصل انه زحرنا، لكن عبد الباقي خدت الخير فقام يعني خلانا انه نظهر في الشاشة. الاسم عبد الرحمن عبد الله أبو بكر، شقيق أول السودان ميثاق الزراعي. أولا نشكر التلفزيون القومي برنامج بيتنا لهذه الاستضافة في منطقة أرارة. والبداية حقيقة يعني هذا الأخ شرفنا كثيرا، يعني هنا لا ما يتوخانا إنه يعني يحرص بهذه النتيجة، لكن بفضل الله وتوفيقه يعني شرفنا كثيرا، والفضل يرجع لله سبحانه وتعالى، وأيضا للوالد والوالدة، يعني لهم مني أجمل التحايا. يعني هذا الوالد يعني رغم ظروفه اقتصادية يعني ساعد بنا كتير، يعني حتى وصلنا هنا يعني قرابة 3 نفر ولا 4 نفر، وصلنا في مراحل الجامعية، ونتمنى من الله له التوفيق، وإن شاء الله نكافئه بقصارى جهدنا إن شاء الله. نعم الإله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأبناء. حقيقة رغم الظروف المعيشية ورغم بساطة المدرسة ورغم كثير من التفاصيل ممكن الآن المساحة ما تكفي نتكلم عنها، لكن واحد من أبناء أرره كان قادر على صنع المستحيل وعلى صنع النجاح وعلى صنع الفرحة والسعادة والابتسامة في وجهه وفي وجه جميع أصدقائه وأهله ومعارفه. سعيدة جدا كنت في منطقة أرره بمحلية بيضة ولاية غربي دارفور، وأنا أعكس في محاولة بسيطة ومساحة زمنية مقدرة فرحة أسرة عبد الباقي عبد الله أبو بكر أول المساق الزراعي في امتحانات الشهادة السودانية للعام 21-22. تحايا له مرة ثانية ولأسرته ولأهله ولكل من كانوا حضور في هذه الفقرة، ولسه متواصلين معاكم بالتأكيد عبر فقرات ومحطات بيتنا. خليكم دايما قدام تلفزيون السودان.